تغير جذري في المعاملة مع الجزائريين في فرنسا وخاصة في مطارات فرنسا. نعم أخي الجزائري، بعد تقديم الشكاوي من الجزائريين للسفارة الجزائرية أو للجزائر خارجية الجزائرية، تدخلت وشفنا هذاك البيان، وغادي نعيش التجربة مع هذا المواطن الجزائري في مطار فرنسا. لنتابع الفيديو. عسيك إيه والله العظيم ما هبطناش من الطيارة، فتنا على لاباف، لقيت الباجاج ديجا يستنى فيا. يا ربي يا ربي، بدون تعليق صدقني يا الباجاج تاعنا ما قعدش قلت لك لقيته قبلي، ما قعدش 5 دقايق ديجا وصل. ربي يجيب التسليم ان شاء الله. هذا يخدم بالوجه، يقول لي فوت الكابله من السكانر. Ouais. Est-ce que les marchands ils ont des carènes? Non, j'ai pas de marchandises. Ils n'ont pas de cigarettes? Non, moi je fume pas, je ramène pas avec moi des cigarettes moi. Ni je ramène ni je prends avec moi. Vous ramenez quoi? Moi, j'ai des épices pour le mois de Ramadan, j'ai des plaques parce que je suis un chauffeur routier. D'accord. J'ai une plaque avec mon nom. Si vous voulez ouvrir, hein. Non, c'est bon. Non, ouvre, il n'y a pas de souci. Non, si vous voulez, vous parlez. Merci. Non, si vous voulez, j'ouvre. Non, mais pas de souci, merci. Merci, courage à vous. Donc, merci. بالقدر قالك ندير فيك الثقة وخرجنا. الحمد لله يا ربي. هي عجبتني تاع هذيك، فتش والله تفتش. لا قال لا معليش راني داير فيك الامان. والله لا صافي بليزير، باسكو يعني يكون الحمد لله اللي عندنا الدولة اللي تدافع على مواطنيها اينما وجدوا. صافي بليزير والله العظيم. كان هذا هو الفيديو، ما علي نقول لكم تهلاو في رواحكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم. ما تنسوش دعمونا هذه القناه شويه، راه هكذا من ذاك انا ثاني راني اشاك فوا نبارطاجي فيديو ان شاء الله غادي نتلاها في الايام القادمه ان شاء الله. وانتم ما عليكم غير دعمونا بالجام والبارطاج ولي كومونتير، وخاصه الاشتراك باش نوصلوا ل1000 أو 2000 مشترك في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. السلام عليكم.